محمد الرياحي مدير عام ديوان تنمية الجنوب. اليوم هي بدينا على بركة الله الاستشارة الثانية. البارح بدينا الاستشارة الجهوية في معناها توزر، واليوم في قفصة. الاستشارة هذه باش نعطيك يعني بإيجاز نذكركم اللي هذايا مشروع نتاع تنمية الجنوب، هو مشروع تخطيط تنمية الجنوب للولايات الستة. المرحلة الأولى نذكركم بها اللي بدأت في 2013 نوفمبر 2013. المرحلة الأولى هي مرحلة التشخيص والميزات التفاضلية لكل معناها ولاية. بعد الاستشارات الجهوية اللي صارت، وكما تعرفوا الخبراء بدأوا العمل الميداني تاعهم مع إطارات ديوان تنمية الجنوب وكل المتدخلين الفاعلين بالجهة. المرحلة هذه معناها هي التشخيص ومعناها الإشكاليات المطروحة بالجهة. المرحلة الثانية بدأت في 2014 و2014 هي وضع استراتيجية، والمرحلة هذه هي الأخيرة هي معناها 2015 معناها بدأت في ماي 2015 توقف في أكتوبر شهر 2015. بالنسبة للمعنى الاستراتيجية هي استراتيجية على المدى المتوسط 2015-2025 والمدى الطويل 2015-2035، تتزامن مع كما تعرفوا المخطط الخماسي معناها الوطني 2016-2020 باش ناخذ معناها بعين الاعتبار كل الملاحظات بالنسبة لكل الولايات، وتقع بعد كما تعرفوا معناها استشارة جهوية معناها تأليفية بالنسبة للست ولايات. لكن معناها بالنسبة لنا نركزوا اللي هذه باش ناخذوا معناها كولايات الستة كوحدة تنموية متناسقة، معناها باش ناخذوا معناها كل الآراء نتاع الست ولايات ونحاولوا كيفاش باش ناخذوا معناها تكون معناها النظرة نتاعنا هي نظرة شاملة بالنسبة للولايات الست. شكرا.